أنا بقرا الإحسان عبد القدوس، يوسف السباعي. وأنت؟ أنا بقرا المجموعة من الكتاب العمالقة زي نجيب محظوظ، يوسف عتريس، وما بشوفش أي أفلام سينمائية إلا للكاتب الكبير وحيد حاتم. أنا عاجبني قوي شغفك بالقراية. الشنفي لعلمك ده كان أتقل من كده بكتير، بس الحلاق بقى الله لا يسامحه استغل إن أنا ضرير وخفهولي. يا حرام. لعلمك أنا مش بس مهتم بالقراية، لأ أنا كمان كاتب وليا مجموعة من الكتابات، وده واحد منهم. وده إيه ده بقى إن شاء الله؟ ده كتاب؟ أيوة كتاب، بس المطبعة بقى الله لا يسامحهم استغلوا برضو إن أنا ضرير وطبعوهولي بالحجم ده. طب أنا أقدر أساعدك بإيه؟ أنا كل اللي طلبه من الدنيا والأيام زوجة مخلصة مستنيرة تنور لي بصيرتي وتحميني من استغلال أصحاب النفوذ زي الحلاق وأصحاب المطبعة. طب أنا يشرفني إن أنا أشارك واحد مثقف زيك قصة كفاح. أفهم من كده إنك بتعرضي عليها الزواج؟ أيوة. طيب بكرة المأذون يبقى عندك. أنا متشكر جدا. خد بالك انت كده بتتسحل وبتورطنا معاك، سواء مع فراغ او مع شغلاهم او مع فارس. انت عارفني يا بهجت، اول ما بشوف اي انتايه لعابي بيسيل، وانا بصراحه يعني وعدت التلاته بالجواز. يعني هنتصرف ازاي بقى دلوقتي؟ مش عارف، بس عارف الكام يوم اللي قضيتهم معاهم عرفت قيمه داليا. صح، داليا شخصيه بنت حلال قوي يا سلطان. لا، انا اكتشفت انها كلبه ولا تسوى، واي واحده في التلاته احسن منها 30 مره. سلطان انت جاي تقول ده دلوقتي؟ اعمل ايه بس يا بهجت؟ ما شخصيه الخطبه دي صعبه جدا عليا، كلها بنات وانا لما بشوف اي بنت برايل عليها. طيب نخلص منها بقى. طيب انا هتصرف. ايه هتعمل ايه؟ انا هتصرف. طب خد بالك. ما انا واخد بالي يا بهجت. لا خد بالك، انت بتشرب جلانس. لا ما هو بالنعناع مش مشكله. يا ابني النعناع ده بتاع غسيل المواعين، انت مجنون؟ برضه ما كده فشل كلوي وهنضطر نعمل قلب مفتوح، دي مصيبه. انت بتفاول عليا يا بهجت، بتفاول عليا. أنا عايزك تسيبك من فهرس خالص وتشوفي لي أي حاجة تانية. ليه؟ هي حلقت لك هي كمان؟ مين دي اللي تحلقي؟ ريحي نفسك، أنا ما بتحرقليش. يا سلام. امال انت ليه جاي بقى هنا النهارده؟ أنا عايز واحدة كومبو فيها كل حاجة، بلدي مثقفة تافهة. مفيش واحده كومبو، جيبها لك منين انا دي؟